عناصر من جماعة الحوثي وأنصار لها في منطقة قهال على بعد 8 كيلومترات شرق مدينة عمران. نصبوا خياما وبدأوا ما قالوا إنه اعتصام يهدف إلى إسقاط الحكومة وإنهاء الفساد ومحاكمة من وصفوهم بالقتلة. لكن ما يحدث هنا أضحى مؤشرا على توتر عسكري جديد بعد انسداد أفق الحلول التوافقية حتى اليوم. وميليشيات حميد القشيبي هي من استحدثت الخنادق وجمعت الميليشيات من أنحاء الجمهورية اليمنية إلى محافظة عمران ونثبت بأدلة قطعية. على بعد أمتار فقط بدأ مسلحون مناهضون لجماعة الحوثي من المنطقة ذاتها إقامة متاريس والاستعداد لمعركة محتملة. اعتلوا الجبال واتخذوا وضعا قتاليا. يقولون إن الحوثيين دخلوا منطقتهم بهدف السيطرة عليها من خلال تجمعات مسلحة. اختاروا المكان، الحكاية أنهم يشتوا يحاصروا منطقة عمران، يشتوا يحاصروا القشيبي، يشتوا يحاصروا المحافظة، يشتوا كذا، يعني هذا الذي بيهتفوا إليه. هنا يتواجد رجال القبائل وهنا يتواجد الحوثيون. هذه منطقة تماس، في أي لحظة يمكن أن ينفجر الوضع. لكن إنهاء التوتر في محافظة عمران وضواحيها يرتبط بمدى تقدم العملية السياسية لفرض واقع جديد. مجموعة من نشطاء الثورة قدموا من صنعاء بهدف الدعوة إلى إحلال السلام. شباب الثورة أكدوا أنه إذا فشلت لجنة الوساطة فسيذهبون إلى مناطق التماس ويعتصمون هناك للحيلولة دون وقوع حرب. وندعو جميع الأطراف المتصارعة أن تحقق أهدافها بالسلمية. هي كانت في يوم من الأيام في ساحة وكانت تناشد التغيير بالسلمية، قدمنا من أجلها التضحيات، واليوم كثير من هذه الأطراف تحاول أن تحقق الأهداف بقوة السلاح. على مفترق طرق تبدو الأوضاع في اليمن في ظل توتر عسكري وبطء في مسيرة العملية السياسية. حمد البكاري، الجزيرة، عمران.